إياك أن تخبر الناس بهذه الأشياء أبدا. شو هي هذه الأشياء التي إياك أن تخبر بها الناس؟ واحد، إياك أن تخبر أحد باللي راح تعمله، لأنه بيكون حواليك ناس حاقدة وناس حاسدة، فأنت عليك بالتخطيط والعمل بها دون أن تخبر أحد باللي راح تعمله. اثنين، إياك تخبر أحد بنقاط ضعفك. ليش إياك أن تخبر أحد بنقاط ضعفك؟ لأنه في أشخاص ضعاف نفوس وراح يستغلوا نقطة ضعفك ضدك، وأنت كنت مفكر إنه هذا الشخص بيكون بحبك وأنت بتكون واثق فيه، ولكن لا تثق في أي شخص كان، لأنه في حال لو حصل بينكم أي خلاف هذا الشخص راح يستغل هذه الضعف نقاط الضعف اللي عندك راح يستغلها ضدك، لأنه عرف شو هو نقاط الضعف اللي عندك. ثالثا، إياك أن تخبر أي شخص بالأشياء اللي أنت فشلت فيها، لأنه هينظر لك أنك كشخص فاشل ولم يمنحوك فرصة أخرى للنجاح. رابعا، دائما عليك التحرك في صمت تام، يعني لا تقول لأحد بخطواتك القادمة، تقول أنا هسوي وأعمل، لا تخبر أحد شو راح تعمل أنت الأيام الجاية، لا تخبر أحد بخطواتك القادمة شو راح تعمل وشو راح تسوي. اعمل دايما في صمت تام عشان أنت تقدر توصل لمبتغاك، تقدر توصل للشيء اللي أنت تتمناه. وبعدين لما تمشي معك الأمور أخبرهم، لما تمشي الأمور معاك بسلاسة وتوصل لمبتغاك وتوصل للي أنت تتمناه أخبرهم. رقم 5، إياك أن تخبر أحد بأسرارك، هذه أسرارك وإياك أن تخبر بها أحد، لأنه في وقت من الأوقات وحصل بينك خلاف مع أي شخص تلاقي أنه أسرارك هذه انتشرت في كل مكان. فالشخص الغبي فقط هو اللي بيكشف أسراره لأشخاص آخرين، فعليك دايما أنك لا تقوم بنشر أسرارك إلى الخارج إلى أي شخص كان. رقم 6، لا تخبر أحد عن راتبك أو عن مصدر دخلك، خليهم دايما يتساءلون دايما كم راتبه هذا، من وين بيجيب فلوس هذا، من وين بيجيب الفلوس. لا تخبر أحدا أبدا بمصدر دخلك ولا براتبك أبدا.